السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر بالجديد ان شاء الله. قرعة متوازنة للعرب في كأس آسيا 2023. سحبت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس قرعة كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني أنفانتينو، ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم، ورئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وحشد كبير من ممثلي ومدربي الدول المشاركة وأساطير وضيوف الحفل. وشارك في سحب القرعة عدد من نجوم القارة الآسيوية يتقدمهم قائد المنتخب الجنوبي بارك جي سونغ الذي سجل في 3 نهائيات لكأس العالم، وأسطورة أستراليا تيم كاهيل، وقائد المنتخب القطري حسن الهيدوس الذي أحضر كأس البطولة، باعتبار منتخب بلاده حامل لقب آخر نسخة والتي أقيمت في الإمارات عام 2019، وهذا إضافة إلى الحكمة اليابانية ياماشيتا التي ساهمت في إدارة نهائيات كأس العالم الأخيرة. وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي: